السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن حال. في البداية كده عايزة منكم لايك للفيديو واشتراك في القناة، وفي الكومنتات تكتبوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة هعمل لكم فيديو عن استعدادات رمضان والتفريز، بس فيديو مختلف تماما عن أي فيديو استعدادات لرمضان أو تفريز شفتوه. هتقولوا لي ايه الاختلاف اللي في الفيديو ده؟ هقول لكم ابسط حاجه، انك مش هتتكلفي كل التكلفه اللي بنشوفها في الفيديوهات دي. انا هعلمك تكايه صغننه جدا هتفرق معاكي جدا، وهتفرزي رمضان زي ما انت عايزه وكل حاجه وباقل التكاليف كمان. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. انا اشتريت القوطه زي ما حضراتكم شايفين كده في الشنطه بتاعتها. هناخدها على الحوض نغسلها غسله نظيفه. انا مليت الحوض وسديته الاول وبعدين مليته، وبغسل القوطه بتاعتي كويس جدا. تمام. بجد 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 التكية اللي هقولها هتفرق معاكم جدا في موضوع التفريز وهتدعولي عليها. القوطة شايفينها معانا كده تفاح احمر. القوطة دلوقتي بحوالي 5 جنيه. تمام. ممكن نجيبها من دلوقتي بالتكة اللي هقولك عليها بس، ونخزنها عشان في رمضان لو حتى سعرها غلي يبقى كده كده عندنا اللي يكفينا بإذن الله، وربنا يملى البيوت كلها خير وبركة يا رب. دلوقتي انا بعد ما غسلت القوطة كلها وشلت الحتة اللي هي بتبقى خضرة فوق فيها دي، دلوقتي هعمل ايه؟ هطلع القوطة بتاعتي واحدة واحدة من الطبق بتاعها ده، وهشيل الحتة الخضراء اللي من فوق، واي زيادات في القوطة عندي تبقى مثلا حتة سودة، اي زيادات موجودة فيها بعد الغسيل بقطعها برضو عندي بالسكينة. يعني بخلي القطاية بتاعتي كده يعني ايه، نظيفة نظيفة وما فيهاش اي زيادات وما فيهاش اي حاجة تانية غير القوطة. وبقطعها قطع 4 ارباع وبحطها في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. اولا ممكن التفريز ده مش شرط تعمليه في رمضان بس، ممكن تعمليه في اوقاتك العادية بالتكة اللي هقولك عليها. تعملي التكة دي وتفرزي دايما عندك الحاجة في الفريزر، وقت ما سعرها يرخص تجيبي وتفرزي. ايه بقى التكاية اللي انا بقولك عليها؟ التكاية ان انت مش هتشتري يعني كام كيلو عشان تخزني فيهم. ممكن مثلا مصروف بيتك ما يكونش مكفي ان انت تشتري كميات. طب هتعملي ايه؟ انت دلوقتي هتشتري مثلا لبيتك كيلو طماطم او 2 كيلو طماطم، زودي كيلو معاهم. تمام، يبقى تكلفة مش هتبقى عالية عليك. زودي كيلو واحدة واحدة كده، وانت بتضربي الطماطم اللي هتعمليها في الخلاط اضربي الكيلو ده معاكي، وهاتي كيس بلاستيك وحطيه فيه، اقسميه على 2 او على حسب انت بتستخدمي قد ايه صلصة في الطبخة. انا بخزنها كتير شوية لان بحبها زيادة. تمام. لان كده كده ما تنسيش ان هي لما بتتسبك بتقلل منها. تمام. تحطيهم في كيس بقى وتحطيهم في الفريزر. جيتي وقت مش قادرة تعملي اكل، مش قادرة يعني تسبكي، تعملي من اول وجديد، تطلعي الكيس هو هيفك على طول. طلعيه سيبيه على الرخامة ساعة هيفك. هتحطي اعملي بقى الصلصة بتاعتك عادي. البصل قلبيه، البصل قلبيه عادي، وحطي عليه الصلصة وهي حتى متلجة شوية، اهم حاجة تخرج من كاس، وقلبيها وغطي عليها وسيبيها على الهادي. بصي يعني هتبقى زي الفل وزي الصبحة بالظبط. عايزاكم تعذروني على صوتي وعلى التقطيع اللي فيه، لان دور البرد لسه مستمر معايا، وادعولي ان هو يخلص ان شاء الله باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين كده ان انا قطعت الطماطم عندي اربع، ولو قطعة صغيرة ممكن تقطعها بس نصين عادي. تمام. بقطع الكميه اللي معايا كلها، طبعا الكميه اللي معايا كلها مش هتيجي في الخلاط. تمام. دول انا جبت طماطم على 3 مرات كنت بجيبها واحطها في التلاجة، الزياده بتاعتها اجيبها واحطها في التلاجة. بعدين جمعت الزيادات كلها وقلت ايه، اضربها في الخلاط، والجو دلوقتي ساقع فالحاجه مش هتبوظ بسهوله اصلا. فقطعت الطماطم بتاعتي دي كده زي ما حضراتكم شايفين وحطيتها في الخلاط. قلنا الكميه كلها مش هتتعمل مره واحده، انا عملتها على حوالي مرتين او 3 مرات. تمام. بعد ما بتملي الخلاط عندك من الطماطم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ما تمليهوش للاخر عشان بس يتقفل وعشان لما يتعصر. تمام. بعد ما بخلص الكمية اللي عندي دي بدلق عليها شوية مية تجري معايا بس الخلاط.
تمام. ما تحطيش الطماطم كده في الخلاط من غير ما تحطي عليها شوية مية، لان ممكن الخلاط بتاعك لا قدر الله يحصل له حاجة. هو شوية مية بسيطة زي ما حضراتكم شفتوا، يعني ربع الخلاط او اقل. وبعدين بعد ما ضربتها في الخلاط حطيتها في الاكياس بالشكل ده، وهحطها في الفريزر وقت ما احتاج اطلع منها. ولو عايزه اسيبها لرمضان هسيبها لرمضان، وباذن الله اخليها لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو، اشتراك في القناه، وتفعلوا زرار الجرس، والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ودعوه حلوه كده، ودعوه بالشفاء باذن الله. وربنا يشفي كل الناس، والجو صعب فعشان كده البرد بيبقى كتير عند الناس في الوقت ده، فربنا يشفي الجميع. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم، ومع الف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.